بسم الله الرحمن الرحيم. تدوين هذا الفن تدوينه في علمي، يعني دوام كرناوي. دوام كرناوي يعني تعطيك كيف كتيك أوي كتاباتك كتيازية. أول من صنف في هذا الفن تصنيفا علميا، أول يكتب في علمي دا تصنيفك علمي ياسكرنه، وقعد قواعده دانا رمشتاندن قاعدة دانا رمشتاندن دانا ثابت كرن، وأصل أصوله أصله ثابت كرنه. أول كيا هو القاضي أبو محمد الرامة هرمزي المتوفى سنة 606. رامة مشهور برامة هرمزية، رامة هرمز. في كتابه كتاب ويجي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، أو محدثه مش هفت قتين الراوي وواعي، ما بين راوي يعني راوي ووعي. راوي رواية كوعي يكفي مشتكي، يعني وقع بيجي هم روايتي زانا هم قرايتي، ولكنه لم يستوعب جميع أبحاث الفن. تمام. أما فيا تمام بحثي في علمي أو نكليها، يعني قابصة مش تفنانية. ثم جاء الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، حاكم النيسابوري مشهور بحاكم النيسابورية قاضي محمدين، أو هاتية أو جي المتوفى سنة 405. نوري شارسدو بينجي هجري 405، يعني 1000 سال بري زيادة. فصنف كتابا في هذا الفن، أجد في علمي ذا كتاب كتشيكلية، ولكن كما قال ابن حجر لم يهذب. ancak kitabı nate tezip kir. Çay ibn Haccaj gotiye nate tezip kir. Yani başlık evnekiye vak müsveddavi askiriye ya tabiyyid nekiriye ve tahkik nekiriye ve sarar nekiriye ve mukabelet nekiriye ve müracaat nekiriye kitabı oraya. ثم تلاه الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصفهاني شاء يهاتيه إصفهاني، أبو نعيم الإصفهاني بيجن، المتوفى سنة 430 أو جيب شيء حاكمه. فعمل على كتاب الحاكم مستخرج كسر كتابه حاكم هذه ما تقول مستخرج، يعني تي وي اوي استخراج حديث ويتك بطريقه كشخرة الشيخ يداد جيجي يا الشيخ يداد جيجي استخراج قريب استخراج بعيد، حتى ايه قريب من كل اشياء بعيد. لا مستدرك ها يا مستخرج. تمام. يعني سندك ايدي لما تقول مستخرجة اسماعيليه هي سند بخاري ومسلم. ثم جاء الحافظ الخطيب أبو بكر البغدادي. أبو بكر البغدادي مشهور، أو دبيجن محدث عيالي بينا، يعني سري جوي استفادة كنا. المتوفى سنة 466. فصنف كتابا في أصول الحديث، أو كتابك شيء كتاب أصول الحديث ده سماه الكفاية في علم الرواية. الكفاية يعني بس علم الرواية ده بس. وصنف أيضا في آداب الرواية، آداب الرواية ده شيء كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. جمعها آداب خوجة الشيخ، يعني خوجل نوري شيخ الأول صابعش طلبة يوسعد نوري. إيه. ثم جاء بعده القاضي عياض. القاضي عياض هاتي يعني توفى سنة بين سنة وشهر. فصنف كتاب سموه الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع. إلماع ضبط روايته وتقييد سماعه، أو ضبط روايته يعني تشيك تسعتكي تقيتكي. وصنف أيضا أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانيجي المتوفى سنة بين سد وحشتين جزءا سماه أو ياسكي جزء ياسكي يعني كتاب كبتشوف ما لا يسع المحدث جهله. تشتي ناب محدث نظامه معنا في أبي أبي ما لا يسع المحدث محدث نبسه جهله نظام يوي، يعني محدث ناب يكون نظامه. تشتي ناب محدث يعني جل نظامه، تشتي جل نظامه مخالفين، تشتي جل نظامه. تمام. تشتي جل محدث نظامه، يعني مخالفي ولا شيء. ده كلمة لفظي تشيش محمد مش محدث النابع نزانياوي جهلاوي بحث النابع يعني غير محدث وانا زاني، يعني معنوي قوي كده نافذت. ثم جاء الحافظ الفقيه تقي الدين ابو عامر عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري. شهرزور من اوكي زيراقي زودان كل مانجه وقت صلاح الدين الايوبي دايكا. نزيل دمشق او جهات دمشق بشا. المتوفى سنه 643 643. فتولى تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية، أو أسلامش بي يعني ويه القرتية درسنا حديث المدرسة الأشرفية ده.
الأولوري الدمشقي. وصنف كتابه المشهور، كتابه آخر مشهور شكل بمقدمة ابن الصلاح. المقدمة ابن الصلاح من علوم الحديث بدون مقدمة ابن الصلاح. فجمع في كتابه شتات التصنيف من قبله. كتابه طوب كلية فرق يعني دايشك متفرق تصنيف إبريخو. وأضاف إليها فوائد وفرائد. هنكي فائدة وفائدة كلية نافي كلية سري، وهنكي فريدة فراد يعني إيكو أو بي خاص يعني كوي درخصية. فوائد إيكو مش خلقيت كلية فريدة إيكو برتخوتي. أصل فريدة أساس تدي أو موريا أو نطري قدان خي. أصل فريدة أوي جمرات بأوي يعني أوي يعني إيكو درخصية أوتي. فلهذا عكف العلماء على هجبو قاسي عالم سرفي كتاب سكينه، وصاروا على منهاجه السر رياوي مشانه. فهم ما بين ناظم له هنجا ربيع نظم كريه، وكما يقول سيوطي نظم كريه، نور عراقي نظم كريه، ومختص كي واختصار كرنه نور الإمام النووي تقريبا وندا اختصار كريه مثلا. وعامل نكت هنجي نختصر الشيء كريه مثلا التقييد والإيضاح هي عراقية سرفيا كريه. نكت ابن حجر هي سرفيا كريه نكت ابن حجر هي وشد حاشية هنا يعني نكت ابن حجر التقييد والإيضاح عراقي سري بديتي هديو ودبيجش خباه ميزة. فقد وضع كل من زين العراقي زين الدين العراقي زين بين زين جدا زين الدين العقبوية نبي عبد الرحيم العراقي أفجي كمانجي. والبدر الزركشي بدر الزركشي والحافظ ابن حجر وحافظ ابن حجر وانا ظانين نكتا على مقدمة بصراحة جاء عراقي راد من التقييد والإيضاح، وبدر راد بيجن نكت وابن حجر من نكت يمكن ابن حجر عراقي أوي عراقي ايش ده 800 چه وفات داری 800 806 وفات داری 804 النيزي 800 چنده یازناکه عراقی 800 belki çarvanayı ya çare ya ne şeşe çare çıkıyor yani nagce haşedu daha سيداي أوي سيداي ابن حجر ابن حجر حشد بينجو دو دا فتاوي Zeynettin Eratuğ abi. زين الدين العراقي عبد الرحمن Haftido Bistopi. جي دوما ويا Ha, ölüm de pırsı var. اه Kırmancı'da büyümüş. عليكم ماجي 806. اه 806 براس حشد وششة وفاطوية دبي سيف فقيوية مشهورة بونه نور الدين هيثمي ابن حجر عسقلاني وأبو زرع كريبي أبو زرع كريبي هبي دبي فانا دبي يعني بوتنا بشيته كي بيشيبكه جهات يبرج zaten أويه الفيوية الفيوية لا توجي أو كده لازم أويه لازم مقدمة بصراحة وتي إيفان هسيا بشيمن في فيشي ماشين وبقاش هذا مشان يعني زين الدين العراقي إيش ابن حجر العسقلاني عسقلان فلسطيني ناف إسرائيل ديانة و أو أبو زرعة كريبي وياكد نيكو نور الدين الهيثمي نور الدين الهيثمي لا هيثمي هيثمي وحجر قارشي مش كنجانا بس هيثمي ياس هيثمي ياس وقارشتر ما يا نور الدين الهيثمي حديث شيء ابن حجر هيثمي فقيه ولخص الإمام الحافظ شيخ الإسلام محي الدين النووي خلاصة كده özetlemiş كده الإمام النووي نوري 674 76 676 وفاتوي المتوفى سنة 676 كتاب مقدمة من صلاح بيزن خلاصة كده في كتاب يسموه الإرشاد في علم الإسناد. إرشادوي هي إرشاد الإمام النووي هي إرشاد جيجا بتقريب اختصار كده. ثم لخص كتاب الإرشاد في كتاب آخر سموه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. بس إجازة إرشاد يجي رابية تقريبي خلاص كده. وهو الذي شرع الحافظ السيوطي في كتاب التهذيب. نقول التهذيب أصلا تقريبية أصلا تقريب جي تقريبا إرشادية إرشادي خلاصة قديمة بصراحة تمام أنا قوي يعني إرشاد جوية در خستية تقريبا إرشاد در خستية إمام السيوطي بالتدريب تقريبي شاء وكليه شرحكي تره طيب إمام السيوطي نهسده لأصاد وفاته الزومبي. ونظم الحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم العراقي أبوها نظم كي حافظ في زين الدين زين العراقي دبي زين العراقي زين الدين عبد الرحيم الناوي العراقي المتوفى سنة بزي سكيز أعطي ألفية خلاصة كده لخص ألفية شيء كده
لخص فيها مقدمة الصلاح، مقدمة المصطلح خلاصة كلية، وزاد عليه زيادة سريع كلية. وقد أشار إلى ذلك وقال لخصت فيها ابن صلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعا. خلاصة كلية مصطلح تف، مصطلح تف خصيكي ومعلمك جيري زيدك تجي واتي بوينت فيني تجي فيني يعني تجيب معك كلامش كلية. وعمل عليها شرحا سماه فتح المغيث. فتح المغيثة عراقي لسر الفيوي، أتمه سنة حفصد وحفته وياك بري ببره. وقد لخصه من شرح له كبير مطول أصلا شرح كما زن بري قستيال سنة أوي تشيكل سنة الفياخو دس بيكرية نقداندي جرابيا جوي فتح المغيث در خصية فتح المغيث كده وقد جلدكي كان قد شرحه في ثم عدل عنه أو شرح ما زن دس بيكري وصدر جبرته. فهمت كين؟ أما فتح المغيث قداندي أساس فتح المغيثة وأنا للسر قوية للسر ألفياء عراقية أو سخاوية نقاوية نقاوية أو جلدية أو بجدال ذكية جا سخاوية حدثنا قوي حدثنا قوتية معاصر السيوطية معاصر السيوطية والسيوطية جي لنا الهدبونة يعني هو قوي وانبرن تعرفش مي وانبرن وهفكتنا ولما دبيجن دبين سيوطي جي جامع ترى أما دبيجن الحديث ده أو السيوطي دهم تحقيق محقق. ثم جاء الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أفاتيه المتوفى سنة ميزة 852 فوضع كتابه المسمى نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. نافي أفر نخبة الفكر في مصطلح يعني وكا نقاندنا فكرة اصطلاح أهل حديثنا. ثم شرحها في 9 صفحات 3 صفحات. ثم شرحها في كتاب المسمى نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. رابي جاب نزهة بشرح كده جاء نزهة النظر يعني وتميزات كده بيخو أو وكا بيكنيكات عظام يعني خشايا وان حتيا وعاشعة نظري ميزكني توضيح نخبة الفكر ده تمام يعني نظري خوش كان ذوق ده وشرح وجيز جامع. طب شرح وجه كنيكه فدو سنة فردو شندك شرح وجيزة وجامعة وقد كثرت عليه الشروح والحواشي قربنا اشتري شرح وحاشية من كبار علماء الفضلاء عالمي مسن وش فضل أهل فضيلة تجي مسن. ثم جاء الحافظ محمد بن عبد الرحمن أو هاتيه شمس الدين السخاوي في سنة تقزيكي سوتي تقزون بلا هي تقزون يعني سوتي بريوي بشتي بنه صلافات كي فشرح ألفية العراقي. ألفية العراقي شرح وسماه فتح المغيث أو ويجي شرح قوت فتح المغيث سخاوي قوت فتح المغيث. وأفضل شروح ألفية العراقي أنا فاضلة لي شرح ألفية العراقي أن باشي وأنا أول يعني عراقي جدري صهري ورد بيجي نابج خيني شرح السويتيجي للسنة سنة السويتيجي للسنة الفية العراقية شرحاوي بلى شنو السويتي بلى بيجي والله هذا ناوي جسد جت شكريت بيجي هي سنة ألفية سويتية أنا سيدا الفية عراقي جاي سيدا الفية عراقي سويتي شاشي كريا شو فيها نابج أزمة أو معلومات أخو أوكي معلومات أخو أعد فيها النظر بس إذا كنت عربي نابج لابد من إعادة نظر في شو كذا. ده سبب بينسي شو ده سبب سيوتيا العراقي الفيا عراقي هي بس الفيا سيوتي الفية سويتي جاي الفيا سيدا سيوتي يا بري هو سانكي هي أو أنا هذا جاي جمي جاي أز بلكي نسبته صحيحة. مالك ازاي ثم صنف الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة تخرج زومبير كتابه التدريب وشرح فيه تقريب الإمام النووي تقريبا إرشاد في عويبه علوم الحديث ومن أجل كتب المصطلح وعامها فائدة أن كتب كتاب المصطلح وأن فائدة ليه. ونظم الحافظ السيوطي أيضا العلوم الحديثية في موضوع تعرف في السيوطي وتي فائقة ألفية العراقي في الجمع والنظم والاتساق أجاد فيها خشبوتية وأفاد إفادة كريه فجزا الله تعالى خير وقضى جزاء خير بيه نابجي ألفيا نابي حاشية سوتي سر هي نقول. ثم جاء العلامة عمر بن محمد بن فتوح في الشاء فيهاتيه البيخوني الدمشقي الشافعي المتوفى سنة بين سكسان شو ما بالي قلتوا بين سكسانة يعني حسب حشتي ذا وقاتوي وقلنا مشهور. ونظم طائفة مشيت علوم الحديث في 34 بيتا السيو شار بيت كذا دمن نقول نسخافيا
فوق 30 ب40 أتت أبياتها هي. نعم. إذا قلت بيت نقول يعني قسمين. تسمى المنظومة البيقونية. ايش منظومة البيقونية؟ ولا خطيس اسمه المنظومة البيقونية، إعرابها محديثة ما يسمى القوصة، يعني بيجي المنظومة البيقونية. وقد كثرت حولها الشروح الحواشي، قرن شرح ذا حاشوي. ومن أهم الشروح شرح العلامة الحافظ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ويسرحه بري يدخل بين الميكي وفطوي حزارو، يعني نفس زي كذا سياسة صاد فلان. وقد وضع العلامة عطية الأجهوري، أجهوري المتوفى سنة بنيوز دخصان حاشية على هذا الشهر. أجهوري وزرقاني بهبراني، أجهوري سر زرقانية، زرقاني سر بيخوني. هذا انقضى هذا. وقد صنف في مصطلح العديد أخيرا صون زمان لادا دبي إصلاح ذا شيء كذي العلامة المحدث الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي المتوفى سنة حزارو سيسدو شيس سيو شش حشت، كتابا سماه توجيه النظر في أصول الأثر. طبي طبعا وهو كتاب نفيس ونادر، كتابك قيمة لي ومهمة. كما صنف العلامة الفاضل الأستاذ جمال الدين القاسمي الدمشقي المتوفى سنة 1662 كتابا سماه قواعد تحديث من فنون مصطلح الحديث. ناويجي أبي قاعدة حديثة، يعني حديث كما بدأ أجاد فيه وفاة أو خوش شكله. فجزاه الله تعالى جميع خير، فضل جزاه خير دوان. فهذه جملة مشهورة من مصنفات علم مصطلح الحديث. قسمة مشهور جي مصنفات علمي في علم، يعني جي كتابي. وقد تركت جانبا كبيرا منها لم أتناول ذكره. قسمة ما زنشت أو يونس. وإذا نوت خشية الإطالة بس مجمود ليش نبي وبقى الغيش لك. وقد يكون فيما ذكرت بعض الكفاية. طب فانيكم هو بس. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.